الاهلي يبدع، الاهلي بيعزف مزيكا يا جماعه، مزيكا مزيكا. فوز تاريخي للاهلي على شبيبه القبائل 4-1. 4-1، عملنا كل حاجه في الماتش، كل حاجه. الحاجه الاهم في المباراه كلها ان شوبير لو قعد دكه تاني تبقى جريمه، والله جريمه، جريمه. احنا شفنا الهدف اللي دخل في الاهلي، الهدف اصلا مش غلطه ياسر ابراهيم، لا 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 لا، الهدف غلطه من الشناوي. الكره دخلت في، خبطت في رجله وعدت كوبري. الهدف غلطه من الشناوي، الشناوي خلاص المفروض اركن. احنا ما نعرفش اصابته ايه، نتمنى ليه الشفاء. بس حتى لو كويس، لو كويس شوبير ما ينفعش يقعد تاني، ما ينفعش يقعد، والله جريمه، واللي قعدوا على الدكه لازم يتحاسب. شفنا الاهلي النهارده وشفنا الاداء، شفنا الواد امام. ايه يا ابن الحلاوه دي، ايه يا ابن الحلاوه دي. في اول مشاركه ليه بعد الاصابه ربنا شفاه الحمد لله، وشفنا كان عامل ازاي، اداء كويس، كل اللعيبه كانت كويسه، اهدار فرص مش طبيعيه وخاصه من تريزيجيه. يعني 50 كوره عايز يلعبها ارتو، الحمد لله ظبطت في مره يعني، ولا انا مش عارف. الحمد لله، 4-4، فوز كبير، فوز مهم جدا. كان لازم تفوز بمكسب وبأداء وبنتيجة كويسة عشان تضمن الثلاث نقط، أول ثلاث نقط في المجموعة، في الدور، في أول دور. يعني حاجة كويسة لما تدخل في البداية وأنت قوي ومعاك 6 نقط أو 3 في الأول، وإن شاء الله الثلاثة التانيين بتبقى مستريح وتصعد وأنت مرتاح، مش مستني بقى مين يشيل هدف ومين يتعادل ومين مش عارف يتغلب والكلام ده كله ده. الفيديو ان شاء الله كمان شويه عن المباراه واللي حصل فيها والكلام ده كله ده على القناه. لايك وشير. سلام.